طيب نستفيد من الكلام ده ازاي؟ ببساطة يا صديقي، معنى الكلام ده ان انت دايما لما تتعرض لأي موقف ضاغط ما تصدرش اي مشاعر ولا سلوك. ادي نفسك مساحة 5 ثواني تبدأ تفكر في الموضوع ده وتدركه بشكل ايجابي، تشوف كل جوانب الادراك بتاعتك وتاخد منها الجانب الايجابي. يعني مثلا فكرة الإدراك دي عاملة شبه كأنك لابس نظارة، النظارة دي عدساتها لونها أزرق، فبالتالي هتشوف الحياة كلها لونها أزرق. طيب لو العدسات دي بقت لونها أصفر هتشوف كل حاجة حواليك باللون الأصفر. هو ده بالظبط طريقة إدراكك وتفسيرك للمواقف اللي حواليك. لو أنت بتفسر وبتدرك المواقف بشكل سلبي دايما هتكون زعلان ومتضايق ومحبط، إنما لو بتدركها بشكل إيجابي هتكون دايما سعيد وفرحان ومتفائل. فحاول دايما قبل ما تصدر أي مشاعر أو سلوك تدي نفسك مساحة 5 ثواني أفكر هل إزاي الموضوع ده جه، حصل إزاي، حصل إمتى، حصل فين، وأبدأ أتناقش مع نفسي واشوف الماضي واشوف الحاضر علشان اقدر اكون صورة سليمة. فلو انت عايز تعيش دايما سعيد يبقى لازم دايما يكون تفسيرك وادراكك بشكل ايجابي. وده اللي بيورينا الفرق بين 2 اتعرضوا لنفس الموقف ونفس الحدث. تلاقي واحد فيهم مبسوط وعادي خالص وكلا كأن حاجة حصلت، والتاني متضايق وبيكسر في كل حاجة، لان ده بيفكر وبيدرك بشكل ايجابي انما التاني بيفكر ويدرك بشكل سلبي. فلو انت عايز تعيش سعيد في حياتك يبقى لازم تعدل افكارك وتعدل طريقة ادراكك وتفسيرك للمواقف اللي حواليك.